من المخجل رقميا انك تطلع تقول ان الزمالك التحكيم المصري بيدعمه. انا يا ابني طب انا معايا 14 دوري، انت معاك في عين العدو 45 دوري، مين اللي بيتجامل اكتر؟ يعني لو احنا افترضنا ان في نظريه مجامله بالعقل وبالمنطق، اعقلها بس، يعني قبل ما نقول كلمه نعقلها. انا معايا العدد الاقل، الاكثر مستفيد، الاكثر استفاده. انا بأمارة ايه؟ يعني لو افترضنا ان في مجامله، لو افترضنا على حد قولك ان في مجامله، على مهله جمال عبد الله، وقع جمال عبد الله خطفها حماده المصري واعترضوا، وفي صفاره مرشدي بيقول ما فيهاش حاجه. اعزائي المغفلين المستغربين ان شيكابالا امهر لعيب في مصر معذورين عشان ما شفتش شيكابالا هو بيقطص في نص الملعب عشان ياخد ضربه جزاء. هنا مثلا وقع كأن حد ضربه بطلقه في نص ظهره علشان ياخد ضربه جزاء، راح مبروش قدام منطقه الجزاء عادي، والراجل يقوم يتكون في منطقه الجزاء والباقي على الحكم، والحكم عارف يعمل ايه. وهنا في ماتش المقاصه مع محمود توبه تعب، قال لك اريح في منطقه الجزاء وبالمره خد لي ضربه جزاء، ده حتى اليد البطاله نكسي. طبعا انا لو بدل حكم الرايه ديتي اللي قاعد قدامه لكن نزلت عكرت عليه بالبواني والشلاليت، مش عشان حاول ياخد ضربة جزاء ولكن عشان ممثل فاشل ما عرفش يقنعني. والنبلة تبصوا على اللقطة الكوميدية دي، بص زي ما يكون لسعته عقرب، زي ما يكون لسعته عقرب وقاعد يفرفط في الارض عايز السبعة يقوموه. يا اخي وهنا في الاحتفالية مؤمن، يعني انت هتبقى فرحان لما تاخد لك ضربة جزاء في احتفالية، انت مش مضطر تخطس يا راجل، حرام عليك، ده حتى التسعة اكبر من السبعة يا راجل. مايز وقوم العب زي الناس وباصي ورقص وهات اهداف بلا قلة ادب. جايبين اتلتيكو مدريد تلعبوهم رياضة غطس، يعني انت راح يتضامن مع اللاعب، قال لك بدل ما يقع لوحده يقع معاه، فاكر اللي هيقع الاول هياخد ضربة جزاء بالمرحوم. طبعا الحاج شيكابالا عنده هوايه محدش يقدر يرفضها له، ان هو يحب يغطس في ماتشات المقاولين، فقال لك ايه عدى الماتش من غير ما اغطس غطس. طب هي طيب الغطس اصعب من ان انت تجيب جون، هالجون اسهل يا اخي، هالجون اسهل، لكن تعمل ايه؟ ودي غطسه في ماتش اتحاد الشرطه، وطبعا الحكم ما حسبهاش يا راي، ومستغرب كمان شيكا يا راجل يا جاحد برضه لمسه يد عليك عايز تحسبها ضربه جزاء لنفسك. يا اخي ده انت جاحد يا راجل، قلبك ده جاحد قلبك دي يا ولد. انا لو حكم اديك احسب لك هدفين من عندي كده عشان تفكيرك الجاحد ديت يا راجل مايز يا راجل. طبعا خلاص بعد ما كبر بيجي يغطس في اي مكان، خلاص بقى يعني غطاس اول، بيجي خلاص يمشي كده وهو ماشي بالكرة يغطس فجأة كده لوحده، خلاص يعني الراجل بيجي اسطورة في الغطس، مش محتاج انه يغطس في منطقة الجزاء بس او في اوقات معينة، لا في اي وقت يعجبه يغطس فيه.